انت طلبت في محاكمة بشار نعم الأسد طبعا لازم يتحاكم زي ما تحاكم الشهيد البطل صدام حسين. لازم احنا شفنا شغلات والله العظيم انا بحياتي ما سمعت فيها. واللي صار يا اخوان باخواننا السوريين هذا مش حرب على سوريا، هذا حرب على كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله. حاط المسلمين تحت الارض، حابسهم، يعذبهم ويعاقبهم ويحطهم بالمكابس ويذبحهم. هذا كان اكبر عدو على الاسلام، اللي هو ما بدي اذكر اسمه لانه ما والله ما يستاهل ينذكر اسمه. واذا في عدل هذا لازم يتقدم للمحاكم. هل موجود اليوم اللي شفناه في سوريا في الأردن؟ مستحيل مستحيل. احنا ما عندنا اول شيء الله يحفظ جلالة الملك ولي العهد والعيلة الهاشمية. فعلا جلالة الملك دائما بيننا ودائما معنا. يعني انا بذكر وانا صغير وانا عمري 10 سنين وانا اشوف جلالة الملك والملك حسين الله يرحمه والمغفور له من زمان من زمان، وسموه الامير حسن، كلهم دائما مع اخواني ومع ابوي ومع عمي ومع بين العشائر وبين الشعب الاردني. ودائما يعني انا بتذكر الملك حسين الله يرحمه راح يطلع واحد من السجن وسلموا لاهله. المملكه الاردنيه الهاشميه احتضنت كل العالم، يعني جابت كل الناس ودخلتها على البلد. احنا ما ان شاء الله نسال الله انه الله يبعث لهم رئيس انه ينصفهم. يعني انا بصراحه اقول لهم ان شاء الله يبعث لكم واحد زي جلاله الملك زي ما هم دللنا